النهاردة هنعمل مع بعض الطبق الجميل دوت بسهولة وببساطة جدا ومن غير مكونات كتير ولا اي حاجة. هتكون اللحمة بتاعتكم بتلمع وجميلة كده زي ما انتوا شايفينها، وهتكون طرية قوي كده. هنتعلم النهاردة نعمل ازاي كباب الحلمة بيلمع كده ومكرمل وباللحمة طرية قوي كده زي ما انتوا شفتوها. اول حاجة هنجيب حلة، بما ان احنا هنعمل كباب حلة فهنجيب الحلة، نحط فيها الإيدام بتاعنا. هتحطوا زيت أو هتحطوا سمنة زي ما انتوا حابين. بعد كده جايبة بصلتين كبار مقطعاهم تقطيع كبير كده، لأن كل حاجة هتدبل زي ما انتوا عارفين. ونزلت بيهم في الزيت بتاعي وقلبتهم مع بعض كده حوالي 3 دقايق. يا دوب البصلة بتاعتي اتكرملت، بس مش هخليها تاخد لون ذهبي ولا لون اصفر. وعاوزه اقول لكم انه هيكون افضل لو استخدمنا بصل ابيض عشان اللحمه تكون فاتحه معايا ومحمره عن اللون اللي كان ظاهر مع عندكم في اول الفيديو. يعني لو استخدمنا بصل ابيض هيكون اللون فاتح عن كده، لكن البصل الاحمر بيخليها تغمق شويه. المهم انا قعدت اقلب في البصل لحد ما بقى بالشكل دوت، ويا دوب كرمل كده قبل ما ياخد لون ذهبي ولا لون اصفر حتى. ورحت نشلام الزيت وركناه على جنب. بعد كده هزود الايدام بتاعي وهسيبه لحد ما يسخن كده دقيقتين على النار، وهجيب اللحمه بتاعتي. طبعا تقطيع اللحمه ده انت ذوقك، عاوزه تقطعيها قطع صغيره تقطعيها قطع كبيره مش هيفرق خالص. انا كنت مقطعاها قطع صغيره عشان تطيب معايا بسرعه وحطيتها في الزيت. وزي ما انتوا واخدين بالكم انا كنت معليه النار على الاخر، كنت معليه النار على الاخر، والحله بتاعتي كانت واسعه بحيث ان كل اللحمه تبقى على الزيت، يعني ما يبقاش في حاجه فوق بعضها. كنت معليه النار على الاخر عشان اعمل صدمه للحمه بحيث ان هي تقفل المسام بتاعتها من بره وما تطلعش الميه اللي فيها. لما بتطلع الميه اللي فيها بتبقى ناشفه عامله شبه الكاوتش كده، بيبقى طعمها مش حلو. لكن لما بتبقى محتفظه بميتها بتفضل طريه زي ما انا وريتها لكم اول الفيديو. كانت الشوكه بتدخل فيها بسهوله جدا. فدي اول حاجة، لازم نكون معليين النار على الاخر لحد ما تاخد لون من كل الجوانب زي ما هوريها لكم دلوقتي. تاخد لون من كل الجوانب اللي هو اللون البني كده، معنى كده ان المسام بتاعتها اتقفلت تماما على المية اللي فيها. بعد كده مش هيكمل دقيقة على النار ساعة ما احط اللحمة، او جايبة معلقة فلفل اسود كبيرة حطاها، ومش هحط غير الفلفل الاسود تماما. لان كباب الحلة اصلا هو جماله جاي من طعم اللحمة مش من طعم التوابل والبهارات اللي بتبقى مغطية على الحاجة بتاعتي. فهي معلقة فلفل اسود كبيرة هحطها في الاول عشان، وده لأي حاجة عموما مش للحم مش كباب الحلة بس. لما بنحط التوابل بتاعتي وبخصوصا الفلفل الاسود، اول ما بننزل الحاجة ونار عالية بتلزق جامد في اللحمة وبيبقى ريحته جميلة جدا وتبقى ريحته واضحة. لكن لو حطيته في الاخر مش بتبقى واضحة. زي ما انتوا شايفين كده اللحمة بقت بني عندي من كل الجوانب، معنى كده ان مسامها تقفل كويس جدا. هنا بقى هبدأ انزل بالبصل اللي انا كنت شايلاه في جنب. هحط البصل بتاعي وهقعد اقلبه كويس في اللحمه، وبرده ما نزلتش باي توابل، حتى الملح ما نزلتش بيه. وهقول لكم دلوقتي نحط الملح امتى ونحطه ازاي في الاخر خالص. دلوقتي هو كل اللي حطيته الفلفل الاسود بس عشان ريحته تفضل ماسكه في اللحمه زي ما قلت لكم، وهي يعتبر لسه نيه كده وعلى نار عاليه. لما انزل البصل وطيت جامد قوي زي ما انتوا شايفين، وطيت النار خالص قوي لان انا مش هحتاج ميه عشان ما تضيعش طعم اللحمه. مش هحتاج ميه ومش هزود ميه خالص، وهطيب كده. وقلبت البصل كويس وهديت النار عشان تطيب اللحمه من الايدام بتاعها والدهون اللي فيها والبصل بس. جبت 4 فصوص توم وقطعتهم قطع زي ما انتوا شايفين، وما تخافوش خالص ما تفرموهوش، هيروح في البصل ومش هيبقى ظاهر ولا هيبقى فيه اي طعم ليه اصلا. قعدت بقى اقلبهم تقليبتين كده وهديت النار وسبتهم خالص على جنب لحد المرحلة دي. تقريبا كان بعد ساعة ونص محتاجة ان انا ازود الملح، والملح بنزوده في ربع كوباية مية صغيرة. نقلب معلقة الملح بتاعتنا ونحطها عشان نطمن ونتأكد ان هو توزع على اللحمة بالتساوي وفي كل مكان، وما تبقاش حتة حادقة وحتة عدبة. قلبته كده وبعدها بربع ساعة تقريبا بعد ما تشرب المية دي هكون هطفي عليها. فانا زودت المية هنا عشان الملح مش عشان انا عاوزة ازود مية.
احنا اتفقنا ان اللحمه دي كباب الحله لا محتاج بهارات ولا محتاج ميه، هو بيطيب مع نفسه. دي كان اللون الجميل دوت، ده كان من كرمله البصل. انا مش حاطه اي تاثيرات على الفيديو عشان تطلع بشكلها الطبيعي، وكانت طريه وجميله جدا. انصحكم تجربوا الطريقه دي. مع السلامه.